ثلاثة بس. يا كولر علمهم الرأس. جدي كولر ملك الثلاثات يعطي درسا قويا شديد اللهجة لكل الأندية المصرية في شخص النادي الإسماعيلي. إنبي 3 في الكاس، 3 الإسماعيلي امبارح، 4 المصري في افتتاحية الدوري، 10 أهداف محلية ما شاء الله. أهلا بكم أعضاء قناتنا الجميلة ومشتركينا العزاز أبطال وبطولات. لو أنت مش مشترك اشترك معنا الآن وفعل زر الجرس يصلك كل جديد وتعرف كل فيديوهاتنا. أهلا وسهلا بكم. النهارده الاثنين تاني يوم مباراة الإسماعيلي. عندنا حصريات عن إصابة إمام عاشور، وفيه خبر حلو وخبر مش حلو. إن شاء الله الخبر الجميل إن الحمد لله هي كدمة شديدة على قصبة الرجل، يعني إن شاء الله من أسبوع 10 أيام هيكون متواجد، وإن شاء الله يسافر يلعب ماتش سيمبا بإذن الله تعالى. الخبر المش لطيف إن تم خروج إمام عاشور من منتخب مصر وانضم كوكا مكانه. كوكا يستاهل ما شاء الله، عمل امبارح اسيست من نص الملعب ولا بيرلو في زمانه. النهارده هنتكلم عن حاجات كتير عن ماتش امبارح، النتيجه، الاداء، استهتار خط الدفاع في نهايه المباراه، وده اللي ادى الى هدف اليوم النور اللي جه في الدقيقه 88. نبتدي الحلقه ان شاء الله. اول حاجه 3 اهداف. بيرسي تاو هداف الدوري من تاني مباراه لينا ان شاء الله. هدفين في المصري وهدفين في الاسماعيلي. طبعا فرقتين تقال، فرقتين بالبلدي كده بتاخد الكره، فرق رخمه، والحمد لله بيطلع عليهم سكور 3 و4 وعاملين نتيجه متميزه. الاهم من كده ان ما دخلش فينا اهداف في المصري ولا في انبي، دخل فينا امبارح بسبب استهتار خط الدفاع في نهايه المباراه. اطمنوا للنتيجه، خلاص دقيقه 88 خلاص خدنا الماتش. للاسف بدلع وكره مقطوعه دخل فينا هدف في الدقيقه 88. الحمد لله الماتش بتاع 3-1، بس برضه ينضم الاسماعيلي لعائله ابو 3. طبعا في يعني ناس كلمتني عن الخاص وانا كنت بتناقش مع اصحابي قبل المباراه، قلت 3-0 او 4-0. طبعا للاسف توقعي طلع غلط بسبب هدف اللي دخل في الاهلي. ولكن موديست عليه كلام، زعلوك عليه كلام. طبعا بيرسي تاو عليه كلام كبير قوي، هو وحسين شحات. طبعا حسين شحات وامام عاشور عملوا جبهه والنار الباك الشمال والوينج الشمال، وخلوا معلول مرتاح تماما في تحركاته، والحمد لله رب العالمين. ده شال عبء كتير عن معلول، كان شايل هم كبير قوي خط الظهر بتاع الاهلي. لما يتقدم خطه بيتكشف وعبد المنعم بيتعب وراه. الحمد لله خلاص دلوقتي معود امام عاشور بيقفل نص الملعب ويخلي معلول حر يطلع براحته ويرجع براحته. الحمد لله، وقلنا الموضوع ده في ماتش المصري والحمد لله. الاهم من كده ان تاو خد حريه مطلقه مع ديانج وهاني، لما بينضموا عليه بيفضلوا المساحه، بيخش هو في القلب بيعمل اللي هو عايزه، والحمد لله رب العالمين. خلصنا احنا؟ لا ما خلصناش. موديست او مودي زي ما الاهلاويه بيحبين يطلقوا عليه، مخه شغال كوره، مخه كله كوره. للاسف بيجي عند التنفيذ وجسمه ما يساعدوش، للسن، لعدم اللياقه، لعدم الجاهزيه، لان الباكات بيركزوا معاه هو اكتر من اي حد تاني. وده اللي لاحظناه في ماتش المصري وماتش امبارح، اللي كان عليه مان طول الماتش، الباك المان ما سابهوش، حتى هو مغلوبين 3 كان المان بيلعب معاه. لكن والحمد لله رب العالمين بيقدر نوعا ما بيسحب مع الدفاع عشان يفضي مساحه للي وراه، زي ما حصل امام وخد الكره من انفراد وبودس طلع بره وامام نزل في 18 والكره اللي الجول مسكها، او الجول الثاني او الجول الثالث كمان اللي مودي خد مع الباك وساب المساحه لتاو، وتاو دخل من وراه حط الهدف بسهوله والحمد لله في محمد فوزي. هدفين لتاو. الهدف الاول في الافتتاحيه من كره مرتده على من عارضه لحسين الشحات، هدف ولا اروع، كعب الامام، وحسين يحطها في البعيده ار2 تخبط في العارضه وترجع لتاو يحطها من فوق الحارس. والهدف الثالث الجميل طاهر بيلعبها بالعرض، مودي ياخد الباك ويجري معاه والكره تطلع لتاو يحطها بكل سهوله على يمين محمد فوزي. والحمد لله رب العالمين مباراه قويه. لكن للاسف اخر حاجه وقفنا عندها وكانت النقطه الوحيده في نتيجه المباراه، الهدف اللي دخل في الاهلي في الدقيقه 88. طبعا الهدف ما كانش ليه اي لازمه، ما كانش ليه اي زي بلدي كده بيقولوا ملوش اي عازه، الماتش كان خلصان. لكن ده يقول حاجه ايه هي؟ ان احنا ما نتهاونش لاخر دقيقه. ده احنا اللي علمنا الناس بلس 90 ونلعب لاخر دقيقه، احنا نتهاون ما تجيش برضه. ولكن والحمد لله رب العالمين 3 اهداف قويه جدا
وبالبلدي قلنا للناس كلها خلوا بالكم، الاهلي جالكم خبوا عيالكم، ما نقدرش اكتر من كده. طبعا ده فيديو سريع ما طولناش فيه، ولكن انا حبيت اطلع مع حضراتكم واقول. وقبل ما اكمل كلامي اشكر في ناس كتير جدا بيدعموني وواقفين معايا وبيشتركوا معايا، والحمد لله القناه ابتدت تكبر، بقى لنا اسبوع 10 ايام والحمد لله القناه بقت ما يقارب 300، وان شاء الله في ناس بتكلمني من امريكا، في ناس بتكلمني من الفلبين، في ناس بتكلمني من قطر، في ناس بتكلمني من الامارات، والحمد لله رب العالمين. في ناس بتتواصل معايا على الخاص ان هي بتتكلم عايزه القناه تكبر، وبدل الفيديو يبقى 2 و3 كل يوم، والحمد لله رب العالمين، وان شاء الله ده هيتم. وفي بنجهز استوديو كمان عشان الضيوف، في سيت اب جديد بخلاف هنا، في سيت اب جديد بنجهز له ان شاء الله عشان يبقى في ضيوف وفي جازات وفي جوائز وفي كؤوس وفي حاجات كده هتشوفوها ان شاء الله في الاستوديو بتاعنا. والاهم من ده كله، انا عايزين نقدم حاجه محترمه تليق بحضراتكم. طبعا السبعه الاهلي ده الموضوع الثاني اللي بنتكلم فيه النهارده. طبعا واحد يقول لي سبعه ايه؟ ما الاهلي خد ال11 وبيلعب في ال12. لا، السبعه الابطال كره اليد، كوماندوز اليد، خدوا البطوله السادسه، خدوا بطوله افريقيا السادسه، وان شاء الله بنطلبهم بالسبعه عشان يبقوا هم بجد ملوك الصالات وملوك افريقيا. طبعا اللقب ده كان لقب نادي الزمالك زمان في الالفيه اللي فاتت، كان ملوك الصالات هم كانوا مكتسحين بطولات الصالات، والاهلي كان مكبر دماغه عنها. لكن خلاص الحمد لله رب العالمين مع بيبو كابتن محمود الخطيب مسكنا زمان كل افريقيا، ودخلنا كاس عالم انديه سله وطايره وقدم، والحمد لله رب العالمين متسيدين افريقيا، عاملين كل حاجه، واخدين القاره رايحه جايه الحمد لله رب العالمين، وكاس عالم انديه كره سله وكاس عالم انديه كره قدم، والحمد لله رب العالمين. دعواتكم معانا ودعمكم لينا. ولو تاني مره، لو انت مش مشترك في القناه، قناه ابطال وبطولات، اشترك، فعل زر الجرس يصلك فيديوهاتنا والشورتس بتاعتنا، ان شاء الله نقدم لكم حاجه محترمه وتليق بيكم. كان معاكم احمد زيكو في حلقه جديده وعلى فيديو جديد على قناتنا وقناتكم بطولات وابطال. اشوفكم بالليل في فيديو جديد. سلام عليكم.